الطغاة يتعمدون ويكون من سياستهم تجويع هذه الشعوب لكي لا تفكر في التمرد عليهم، وحتى إن حصل ووقع التمرد عليهم كان هؤلاء الجائعون أول الفئات التي تستعين بها السلطة لضرب هذه الثورة. لأن الجائع هذا ليست عنده القدرة وهذه غير للانتظار. أن يكون هذا الجائع وهذا المحروم أن هو يحارب من يدافع عن حقه. أما هو هل فهم هذا الجائع أنه يحارب من يدافع عن حقه؟ أصلا بينه وبين التفكير والفهم حاجة غريزية واضحة الآن. يعني التفكير والفهم هذا طرف لمن استكمل حاجته الأساسية. في قصة مشهورة على الإمام الشافعي أنه كان يقول: لا تخاطب من ليس في بيته دقيق فإنه لا عقل له. فيقال دخلت عليه الجارية وقالت: يا سيدي نفد الدقيق. فقال لها: أطرت من رأسي 40 مسألة. نعم، شغلته بهذا الخبر. نعم، حتى لو هو فهم، يعني حتى لو هو فهم أنه هذه الثورة تريد مصلحته في النهاية، فهو يريد أن يطعم نفسه وأولاده الآن. فأن يطعمهم الآن ليس هو، يعني ليس عنده طرف الفهم ثم طرف الانتظار.